أهلا بكم في حلقة جديدة من تاك توك. صناعة ألعاب الكمبيوتر واحدة من أكثر الصناعات رواجاً في العصر الحديث بسبب التطور الكبير في تقنيات الكمبيوتر وانتشار أجهزة الألعاب والموبايلز وكمان الإنترنت. بالرغم من وجود مخاطر الألعاب الكمبيوتر اتكلمنا عليها قبل كده في حلقات تاك توك، لكن حقيقة حلقتنا النهاردة عن تطور التكنولوجيا في الصناعة دي وإيه اللي ممكن يحصل في المستقبل في صناعة كبيرة زي دي. كفاية تعرف إن سوق ألعاب الكمبيوتر حقق أرباح حوالي 178 مليار دولار في 2021، وفي سنة 2022 الأرباح وصلت حوالي 196 مليار دولار. طبعا دي أرقام كبيرة جدا مقارنة بأي صناعة تانية في الكمبيوتر، بالرغم من أن الصناعة دي بدأت تزدهر من سنة 1997، لكن في الحقيقة الفترة الأخيرة وتحديدا الكام سنة الأخيرة الموضوع وصل لمرحلة مرعبة من التطور بسبب تقنيات كتير جدا دخلت في صناعة الألعاب. من أهم التقنيات دي الأوجمانتد رياليتي أو الواقع المعزز، ودي حاجة كل الناس شافتها في لعبة بوكيمون جو الشهيرة لما نزلت لأول مرة والناس كلها جالها جنان باللعبة دي. عندك كمان تقنية الفي آر أو الواقع الافتراضي والنظريات بتاعة الواقع الافتراضي اللي بقت بتخليك حاسس إنك عايش جوه الحدث أو اللعبة بجد وحواسك كلها مغمورة بأحداث اللعبة، إضافة طبعا للتحكم في الألعاب باستخدام الصوت وحساسات الحركة وكمان الاتصال بالإنترنت واللعب الجماعي للألعاب وانتشار تقنيات الموبايل تكنولوجي. لكن الحقيقة إن في تقنيات ساهمت بشكل كبير جدا في تطور الصناعة دي، مش بس كده، ده كمان ساهمت في تطور الألعاب نفسها وخلتها أقرب للحقيقة وكأنك بتلعب لعبة بشخصيات حقيقية سواء على مستوى الجرافيكس والتفاعل. التقنيات دي هي موضوع حلقتنا النهاردة، ممكن تبقى بداية لحلقات تانية، وهي ببساطة تقنية الجرافيكس ثلاثي الأبعاد وتكنولوجيا برمجتها اللي بقى فيها ذكاء اصطناعي كمان. والتقنيات دي الحقيقة أغلب الخبراء متوقعين إنهم مش بس هيأثروا في شكل ألعاب الكمبيوتر في المستقبل، لكن كمان في شكل الحياة وتعاملنا معاها، خصوصاً لما تعرف إن ألعاب الكمبيوتر واحدة من أهم التقنيات اللي هتساهم في تطور الميتافيرس وكمان العوالم الافتراضية، ويمكن كمان تغير نظرة الناس للعالم الواقعي اللي احنا عايشينه، خصوصاً الأجيال الجديدة اللي أغلبهم بيقضوا وقت كبير جداً قدام الألعاب دي سواء على الموبايلز أو على أجهزة الألعاب أو الكمبيوترز. قبل ما ندخل في تفاصيل التقنيات اللي بتستخدم في صناعة الألعاب، فأنا محتاج أقول لك إن برمجة وصناعة الألعاب واحدة من أكتر الحاجات تعقيداً في البرمجة، ومحتاجة خبرة كبيرة جداً مش بس برمجة الكمبيوتر لكن كمان بالهاردوير وطريقة عمل الكمبيوتر والجرافيكس والصوت والمؤثرات وليلة كبيرة قوي سعادتك. طبعاً الألعاب اللي حضرتك بتلعبها دي مشارك في برمجتها وصناعتها جيش جرار من المبرمجين والفنانين، ممكن يقضوا سنين من حياتهم علشان يعملوا لك لعبة من الألعاب اللي حضرتك بتلعبها على الكمبيوتر أو البلاي ستيشن أو أي جهاز تاني، فالموضوع فعلاً في غاية التعقيد. لكن نيجي بقى للسؤال المهم، ازاي برمجة الألعاب اتطورت بشكل مرعب في الفترة الأخيرة؟ الإجابة ببساطة في حاجتين، تطور قدرات الكمبيوتر الحسابية ودي أكيد كلنا ملاحظينها، والحاجة التانية هي تطور الجيم انجنز. طبعا انت هتقول لي واطلع ايه بقى الجيم انجن ده بقى محترم اللي هنعرفه بعد الفاصل. اهلا بيكم. زي ما قلت لك صناعه الالعاب تخصص صعب جدا في الكمبيوتر وبيتكلف كتير جدا. انت عارف مثلا لعبه زي GTA 5 اللي خرجت للنور سنه 2013 اتكلفت حوالي 137 مليون دولار، ودي تكلفه اللعبه بس بعيدا بقى عن التسويق واي حاجه تانية. خد عندك لعبه سايبر بانك 2077 اخذت تقريبا 8 سنين من المبرمجين واتكلفت حوالي 314 مليون دولار. عندك لعبة Red Dead Redemption اتكلفت حوالي 500 مليون دولار، لك أن تتخيل حجم الفلوس والوقت اللي بتكلفه لعبة زي دي. تطور صناعة الألعاب مر بمراحل كتير زي ما قلت لك من القرن اللي فات لحد الفترة الأخيرة مع تطور الكمبيوتر. نيجي بقى للسؤال اللي سألناه قبل الفاصل، يعني إيه بقى جيم انجن وإيه علاقته بتطور الألعاب حاليا؟ شوف يا صديقي، الجيم انجن لو حاولت تترجمها باللغة العربية مش هتلاقي ليها ترجمة مناسبة بشكل مباشر، هتلاقي الترجمة التقليدية بمعناها المباشر محرك اللعبة. طبعا انت لو حد قال لك الترجمه دي انت مش هتفهم اي حاجه، يعني ايه الكلام العجيب ده؟ زي ما قلت لك المفهوم مختلف عن المعنى الحرفي. جيم انجن ده عباره عن اطار برمجي بيتيح للمبرمجين مجموعه من الادوات لتطوير الالعاب بشكل مباشر من غير ما يضطر يكتب كود سطر بسطر او من غير ما يقعد يفكر في كل جزء من اجزاء اللعبه ويبنيه من الالف للياء. الجيم انجن زي ما قلت لك فيه اطار برمجي بيوفر عناصر رئيسيه موجوده في اي لعبه وهي كتير بصراحه، لكن خليني بقى اختصرها لك في اهم العناصر. هتقول لي بقى اللي هي ايه؟ خد عندك مثلا الجرافيكس، الصوت والمنطق او العمليات المنطقيه اللي بتتحكم في اللعبه. طبعا مش بس ده بتلاقيه في الجيم انجن، في حاجات كتير جدا اكثرها تطورا زي القواعد الفيزيائيه والذكاء الاصطناعي والاتصالات وغيرها كتير. طبعا انت تهت مني دلوقتي، ما تقلقش هشرح لك بالتفصيل ويمكن تتشجع وتفكر تتعلم برمجه الالعاب، محدش عارف، بس ركز معايا الاول في بدايات الموضوع عشان نفهم المعنى الحقيقي لكلمه جيم انجن.
في البدايات في تاريخ الصناعة دي لو بنتكلم على السبعينات والثمانينات فكل الألعاب كانت بتتكتب كود من البداية للنهاية، وكل جزء منها عبارة عن كود. أي حاجة أنت شايفها قدامك على الشاشة كانت عبارة عن كود بيكتبه المبرمج، حتى الأصوات اللي بتطلع من اللعبة برضو بتتكتب كود. أنت متخيل بقى العناء اللي كان بيقضيه المبرمج عشان يطلع بلعبة زي سوبر ماريو مثلا؟ وبما ان الحلقه مش موجهه للمتخصصين فمش هكلمك بقى على عناء التعامل مع الهاردوير بتاع الكمبيوتر واجهزه الالعاب المختلفه برضه بالكود، لانه رسم شكل او كاركتر بالكود في ذاكره الكمبيوتر وعلى الشاشه والتحكم فيه موضوع مش بالبساطه اللي ناس كتير متخيلها. الجيم انجن بقى بيوفر القصص دي على المبرمج بحيث انه مش مضطر يكتب كود لكل عنصر من العناصر اللي في اللعبه، عشان هو بيوفر له اهم العناصر اللي محتاجها علشان يعمل اي نوع من انواع الالعاب. طبعا الجيم انجنز انواع برضه، في انواع للالعاب ثنائيه الابعاد وانواع للالعاب ثلاثيه الابعاد، والحقيقه الموضوع ممتع لما جربته بنفسي من زمان في بدايات التقنيه دي. كل اللي انت محتاجه انك تكون فاهم يعني ايه جيم لوجيك وازاي تقدر تصمم لعبه بافكار وتفاعلات مع العناصر اللي في اللعبه. من اشهر الجيم انجنز هتلاقي مثلا في ال2 دي حاجه اسمها جيم ميكر، وده بدا سنه 1999 وبدا يبقى اشهر جيم انجن في الالعاب ثنائيه الابعاد واللي تقريبا ممكن تستخدمه من غير ما تكتب كود خالص. لو بنتكلم بقى على 3 دي جيم انجنز فعندك طبعا يونيتي انجن وكمان انريل انجن. طبعا في غيرهم كتير بس دول الاشهر واللي تقريبا نقدر نقول غيروا شكل الجيمز كليا في الفتره الاخيره، خصوصا محرك انريل. الحقيقه ان انريل انجن واحد من اشهر المحركات دلوقتي اللي بتستخدم على مستوى العالم، واغلب الالعاب المشهوره مبنيه على انريل انجن. والنسخه الاخيره اللي نزلت في 2022 وهي الاصدار رقم 5 من الاصدارات اللي فرقت كتير جدا في صناعه الالعاب وهيكون لها تاثير مرعب في المستقبل على طبيعه العاب الكمبيوتر ومحاكاتها للواقع، زي لعبه ذا ماتريكس ولعبه فورتنايت زي ما هنشوف حالا. Hi, I'm Thomas Anderson. How do we know what is real? We still got it. Like riding a bike, they say. طبعا انت شايف التفاصيل اللي موجوده في اللعبه والشخصيات والمؤثرات، ولك ان تتخيل لو ده بقى هيتكتب كود سطر بسطر، انت متخيل الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ وعشان تعرف بقى قد ايه الموضوع ليه جذور كبيره لازم احكي لك حكايه تيم سويني. طبعا انت هتقول لي مين الراجل ده بقى وايه علاقته بالالعاب؟ ده